coach, mes encouragements. Et dites-nous quelle lecture vous faites de ce match que vous venez de perdre contre le Maroc. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صحيح أن أولا نهنئ الفريق المغربي على هذا التأهل. صحيح أن النتيجة نوعا ما كانت ثقيلة، وهذا هو كرة قدم كي تدير أخطاء يعني في هذا المستوى لا تغتفر، يعني تخلص هكاش، وهذا وصلنا حنايا. كانت البداية تاعنا كانت منظمة، والهدف هذاك اللي تلقينا الهدف الأول نوعا ما ما جاش في وقته، جا في وين كان حنا بدينا نحكموا اللعب، بدينا نتحكموا في المباراة عن طريق خطأ فردي، وهذا هو كرة قدم، راهم لاعبين أشبال. داير نشكر اللاعبين تاعنا كامل على المجهودات اللي داروها، لعبوا ما خيبوش ولا في المجهود. انا الشيء الوحيد اللي يعني متحسر فيه هذا الجمهور الكريم اللي جا نطلب منه صراحه، متاسف كثير، يعني ما حابين نفرحوه ولا حابين نفرحوه ونخرجوه فرحان. ما كان حتى واحد في مكان يتمنى خساره كيما هذه. لعبنا ندرنا اللي علينا، اللاعبين داروا اللي عليهم، حنا كطاقم فني ولا طاقم طبي ولا طاقم اداري ولا كل طواقم اللي معايا داروا اللي عليهم، ما بخلوش، خدموا. كذلك المديريه الفنيه وقفت معنا الند مؤخرا صراحه، داروا اللي عليهم. الحمد لله هذا هو قضاء وقدر. انا نتحمل المسؤوليه تاع الاخفاق، واللاعبين داروا اللي عليهم، واش نقول لك هذه النتيجه وهذه الحقيقه. هذه حقيقه لازم نعاودوا نقولوا لها ونعملوا، وخلنا من الهضره وتصفيه حسابات. وحنا هذا الاخفاق ماهوش اخفاقي، هو اخفاق تاع الكره الجزائريه. لازم نتعلموا من الدروس ونعملوا باش نهضوا بالكره الجزائريه. لازم ما نحصلوش في فلان ولا في فلان ولا في فلان، راهي منظومه كامله، لازم نعملوا عليها ونتعاونوا عليها كامل باش نعاودوا ننهضوا بالكره تاعنا. وهذه الحقيقه اللي لازم تقبل، لازم نقبلوها باش نقدروا نوقفوا في المستقبل ان شاء الله. ميرسي. اليوم خسرنا المباراه من الناحيه الذهنيه، كان فيه ضغط على اللاعبين، التحضير اللي ما كانش ممكن في احسن الاحوال قبل بدايه البطوله. شفنا اخطاء فرديه بطريقه كذلك كره طويله بطريقه عشوائيه ضيعه في الكثير من المرات. شكرا. والله شوف، احنا دوك ما نجيبش نتحجج اخ مصطفى، احنا ما نتحججوش، نتحملوا مسؤوليتنا باش نروحوا للامام. وانا من الناس اللي نتحمل المسؤوليه تاعي. درنا كل ما في وسعنا ذهنيا تكتيكيا. كانت اخطاء فرديه وشفتوا الاخطاء اللي كانت، يعني ما كانتش اخطاء يعني تكتيكيه ولا موفي بلاسمون. اون بال اللي تقدر ديرها في لاتوش ينحيها لك يروح يماركي. دونك فوالا، دوك اخطاء كيما هذه خلصناها كاش. والاسباب عديده، دوك باش نبداو نحصلوا في فلان وفلان. انا نتحمل المسؤوليه، كل وصل انا نتحمل المسؤوليه، راني قابل نتحمل المسؤوليه تاعي. انا ماشي من الناس اللي ندور ظهري ولا نبدا نحصل في فلان ولا سوء التحضير. ما نوليش اللي فات. مصطفى على بالي واش حبيت تقصد، يعطيك الصحه على كل حال، بارك الله فيك على السؤال هذا تاعك. لا باش حبيت تقصد، بصح انا ما نوليش واش صرا من قبل. عملنا باللي قدرنا، وهذا هو الموجود، وهذا هو، هذه الحقيقه، هذا هو الموجود. ان شاء الله نعملوا، ان شاء الله امور تتحسن في المستقبل، ان شاء الله مراكز اكاديميات اخرى، تعدد اكاديميات، ان شاء الله مؤثرين بالك احسن منا ان شاء الله، ولما لا. هذه هي كرة قدم، رانا نتعلموا، رانا نخدموا. حنا هذه تجربه لازم نستخلصوا منها الدروس باش نتقدموا للامام. سينو ما نستخلصوش الدروس وكان ندخلوا في امر تاع التصفيات باش لافو تاعي لافو تاع فلان، ولا ما وفروليش ولا ما داروليش ولا كذا. سي بون، كما نقولوا هذه النتيجه. Merci. Au suivant, oui, monsieur, ici. خلل
راك تقول اليوم لازم نتقبلوا الحقيقه، وشنو هي الحقيقه؟ اللي تقدر تقولها لنا اليوم؟ وي الحقيقه ان ما عندناش لاعبين يعني يقدروا يرفعوا التحدي، خاصه والامر يتعلق بقميص وطني اليوم. مش قضيه طرف مش قضيه رفع التحدي صراحه. اللاعبين داروا فيهم ما في وسعهم. الناس دوك لازم نتقبلوا الكل واش وصل عليه في الكره الجزائريه. ماهوش يعني المنتخب، هذه هي صوره كره القدم الجزائريه في الفئات الشبانيه، هذه هي صوره. دوكا ولا كاين لاعبين اللي ما كانوش في المنتخب ولا ما استدعناهمش، ولا حنا هذا هو الاختيار تاعنا ومقتنعين بالاختيارات تاعنا. دوك حب يقول هذه هي صوره الفئات الشبانيه الجزائريه. الاحسن راهم هنايا. انا بالنسبه لينا كطاقم فني الاحسن راهم هنا، وهذه هي النتيجه اللي لازم نتقبلوها. حب يقول الناس راهي بدات تفوتنا، ماشي بدات تفوتنا، لازم نخدموا باش نلحقوا ديجا نسترجعوا كيفاش يقولوا التاخر تاعنا باش نقدروا نقاوموا في المستوى العالي، وهذا هو المستوى العالي. عندها 8 اشهر فزنا عليهم. هذه الناس خدمت تقدمت. حنايا بالك كاين حنا صراحه نضيف الحظ. علاش قلت مانيش حاب نتحجج باسكو نتحمل المسؤوليه. انا مانيش حاب نتحجج. لاعبين كاين بعض اللاعبين طاحونا في لامي فورم، ماهوش مستوى بدني. هذا بدني من احسن الاظهره الجزائريه، ظهير ايسر في الجزائر، وانا نتحمل مسؤوليتي ونتحمل كما يقولوا مسؤوليه كلامي. محور الدفاع من احسن محور الدفاع، وتقدروا تتبعوا كاع البطوله الوطنيه. وانا نقول لكم الوسط الميدان اللي لعبوا هادو هما تاع البطوله الوطنيه اللي كاين. اما في الهجوم انا طوف من احسن المهاجمين في الوطن، نحبوا ننكروا. دوك هذه انايا هذه قناعتي. دوك قناعه واحد اخرين هذيك يا اخويا اللهم زدنا علما. والسلام عليكم. Ok. La dernière question, et ce sera une seule question, pas de commentaire, s'il vous plaît. Vous posez la question, pas de commentaire. Ok? Oui, monsieur, oui, vous. كوتش السلام عليكم. اسفوا على هذه الهزيمه بالطبع. كوتش تكلمت على وسط الميدان، شفنا انه ربما اليوم غياب وسط الميدان. كنا نلعبوا كرات طويله، انا طوف وحده يحارب في الهجوم، دون ما خلقناش ربما ذاك اللاعب اللي كان يمكن انه يشكل خطر بالنسبه للمنتخب المغربي. اين يكون المشكل هنا في وسط الميدان؟ كيفاش يشوف اليوم رزقي رمان مستقبله مع المنتخب؟ مستقبلي صحيح ان اليوم خسرنا معركه وسط الميدان رغم ان درنا تغييرات دخلنا وظفنا كل اللاعبين اللي حبينا نوظفوهم في الميدان. درنا تغييرات، غيرنا تكتيك 4-3-3 ولا 4-4-2 4-2-4. يعني درنا اللي علينا، درنا واش هذا هو اخطاء في هذا المستوى تخلص هكاش. يعني الفريق المغربي كان متكتل في الوراء، عرف كيفاش يلعب المرتدات عن طريق هفوه كذلك. هدف ثاني اللي ضرب اللي هو اللي زاد قضى علينا كثير، يعني زاد قسى علينا. وهذا من ناحيه اللقاء. اما من ناحيه مستقبل تاعي غير ربي سبحانه وتعالى بالو به. دوك الاتحاديه كاين المديريه الفنيه هي اللي تقدر تقرر. انا العمل تاعي الضمير تاعي مرتاح الحمد لله، ضميري مرتاح. تجي في بوكو ساكريفيس، داير خدمت بنيتي ما تريشي، جي با تريشي، جي في سكي جو بوفي فار. شفت لاعبين طبعا دوكا كيما نقولوا الهضره تقدر تكون مجال مفتوح، اللي حاب يهضر بصح انايا الضمير تاعي مرتاح والحمد لله. انا قلت لك حاجه اللي متاسف هذوك اللي حابين نفرحوا هذا الشعب. انا هذا هو الاسف تاعي للشعب، الاسف تاعي شغل فريمون ديزولي. كنت حاب نفرحهم بهذا التاهل، ولكن هذا هو قضاء وقدر. حنا نقولوا الحمد لله.